السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لنا لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة روتين جديد، فيديو جديد. بصوا يا جماعة من قلب الطبيعة، يعني احنا النهاردة كده الجنينة دي كده ماما وسيلف اللي زارعينها بصراحة، مش احنا اللي زارعينها يا جماعة، بس الله وكيل البيت كله باكل منها. يعني زارعين فيها خضرة شبت وبقدونس وجرجير وكرنب. النهاردة بقى كانت بتجمع لنا الكرنب، كانت بتقطع الكرنب مش بتجمعه، هو الكرنب بنجمع يا جماعة. فقالت ايه انا هجيب 3 كرنبات، قلت لها مش عايزه كرنب يا راني، قلت لها هاتلي كرنب. في كرنبه كده صغيره لقينا فيها من اسود، يعني حاجه كده بيجي في الخضار يا جماعه، ديره من اهل الطيور. واخدنا كده 4 كرنبات. كل واحد مننا كان له كرنبه، يعني انا وسلايفي الاتنين وماما. ما شاء الله يا جماعه والله العظيم سلقنا الكرنب دي كان 10/10، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني كنت جايبه عليه جوز كرنبات كمان من عند ماما، ما شاء الله ما شاء الله. يعني احنا كفلاحين ما نعرفش ناكل غير لما بنزرع. احنا كان السنه اللي فاتت ديت ما كناش زرعنا كرنب، بس كان ربنا كرمنا بجارنا. كان بيبيع بصراحة وكانت حاجته زي العسل، كنا بنجيب من. انما نقل بقى، فلما نقل بصراحة اعتمدنا على نفسنا، لان نقل في مكان كبير. كنا بنشتري منه البسلة وبنشتري منه البامية وبنشتري منه الخضار بانواعه يا جماعة. والله كنا في رمضان ده ما نشيلش هم. دلوقتي نقل هنعمل ايه؟ اجوا بقى عملوا لنا الحته دي كده قدام البيت. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. والله ما هي صنة خضره يا جماعه يوميا. وعلى فكره اللي يدوق الخضره اللي يزرعها ويرويها بميه نظيفه عمره ما يفكر يشتري خضار تاني ابدا من اي مكان تاني. بصراحة يعني شايفين الزرع ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة كده زي العسل. بس بالله عليكم ما تنسوا اللايك، كان نفسي أنزل لكم الفيديو ده بصوته، بس بقى احنا على الطريق زي ما حضراتكم عارفين، ومواصلات بقى والأسفلت وكده ما عرفتش لأن كان في دوشة جامدة. صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن وترتقي وترتجي القلوب. ده طبعا كده بيت العيلة، بابا قاعد على البرندة وابني عمال يلعب وانا عمالة اخد من ماما الكرنب واحطه هنا كده. خدنا الكرنب بقى كده وقطعناه وقمنا بقى. قلت ايه انا عندي طيوري يعني عايز روتين عميق بصراحة يعني، ولازم انضفه علشان انا جايبه يعني جايلي كتاكيت صغير، فمش هينفع ان الحته بتبقى كده. طب وايه اللي وصل حتتك لكده؟ بصوا يا جماعه، احنا طول ما الحته تحت الطيور ناشفه انا ما بكنسهاش، وخصوصا في الشتاء يعني بلم الورق. بتتكنس مش كتير يعني، انما لو الحته ميه فاحنا بنشيل الميه. بنكنس بقى وبننشف كده تحت منه، انما طول ما هي ناشفه زي ما حضراتكم شايفين كده فانا ما بكنش، لان بتدفي اصلا بتدفي الحيوان. بس انا عندي بقى طيور صغيره فقلت لازم اعقم. كان عندي كلور خام جبته، واللهم صل على محمد، كنستها فضلت والله العظيم في القوه دي يا جماعه. اهو كده بقول لكم اهو. جايبه الكتكوت بكام يا رفيه؟ الكتكوت كنت جايباه ب35 جنيه، جايبه الكتكوت ب35 جنيه. جربت اجيب طالع من البيضة معرفتش بصراحة، يعني جربت ان انا اجيب كتاكيت من اللي هي طالعة من البيضة دي يا جماعة. والله العظيم معرفت يا جماعة، ما صحوش عندي خالص وماتوا كلهم. جبت الشكارة وجبت المقشة اللي احنا بنكنس بها عند الطيور، وبدأت كده اكنس واملى الشكارة. كل ما املى الشكارة اروح اطلعها وابني حواليا. طب ابنك ده عند الطيور يا رفيع هيعيا؟ بصوا يا جماعة والله العظيم احنا ولادنا معانا، بنروح الارض بيجوا معانا، بنقعد قدام البيت بيلعبوا، بنروح عند الطيور بيجوا. امال هنسيبهم فين؟ يعني هنسيبهم في الشقة مثلا او في البيوت؟ عيل زي ده مش هيقعد لوحده، واخواته برضه مش هيعرفوا يراعوه لان هو اصلا بطبيعته شقي. فقلت اضمن حاجة ان هو يجي يطلع ويدخل عند الطيور، وبعد كده بناخده نغير له وخلاص، وبيبقى زي العسل يعني. ربنا يديم علينا نعمة الصحة يا رب ونعمة الستر، اللهم امين يا رب العالمين. ويعني بصوا اقول ايه يعني، ويرحم موتانا ويصبر كل مبتلي واحنا بالجملة، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. كده بقى كنست انت بقى لو عندك كده عنده طيورك بقى مش نضيف،
قومي تشجعي بقى ونضفي، لان بصراحة النظافة عند الطيور ده شيء تاني. انت لو نضفت تنظيف عميق، انا هبيت بقى عندنا جريد مقاطعينه من نخل وجبناه، بصوا هبيت بالأوضة كده زي ما حضراتكم شايفين، وكنست الأوض خليتها زي الفل، يعني خليتها زي الفل كده. الفراخ اجت في السبت كده زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة. انا دول الفراخ ديت، دول عفاض عندي كده 3 كتاكيت، 3 فراخ من ال25 اللي انا قلت لكم جبتهم، غير الابيض اللي مفضلش منه حاجة يعني. الحمد لله الحمد لله والله يا جماعة. اللي بيجي في الريش على رأي امي بقشيش، قلت لها ماشي بقشيش بقشيش بس بيضلعن. قالت لي وانت هتعملي ايه بايدك حاجة؟ قلت لها لا والله ما بايدينا حاجة الحمد لله نعمة. كنست الأوضة زي ما حضراتكم شايفين، وفتحت الشبابيك الشمس دخلتها، ورشيت فيها الكلور كده، وجبت الحضانة ديت، وبعت احمد ابني جاب لي لمبة حمراء، وعندي البلادوسة والسلك، وظبطت الدنيا كده زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة. وكنست شايفين عنده الطيور زي العسل والله العظيم، خليتها محكمة. بس بقى حتة الطيور الكبيرة ما قدرتش بصراحة، فجبت كيس ولميت لي اكياس منها. طب الاكياس بتيجي منين؟ الاوضه منها مش معروشه يا جماعه، فبيجي فالاكياس دي بتيجي مع الهوا. واحنا الحمد لله رب العالمين الجو عندنا يعني جت طوبه كده قلبت قلبه مش حلوه خالص، بس عادي يعني. ما هو مش معقول الشتاء هيجي يا جماعه ويمشي من غير ما يشتي كده. شايفين الشمس طلعت ازاي اهو زي العسل كده. بقول لكم الاوضه ده انا ما قدرتش ان انا اعملها، بس زي ما حضراتكم شايفين انا جبت يعني جبت بعد ما فصلت التصوير وكده، جبت كيسه وقمت لما فيها الاكياس والحاجات ديت يعني، ولميت اي عفش كده في جنب وقمت عملت. خلصت كده ولقيت نفسي بصراحه ما كنتش قادره اطلع الشقه، علشان ما اكذبش عليكم يعني. قلت لا انا هروح اقعد على الارض شويه، على ريشه الارض شويه، اشم هوا نضيف، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد، واقعد كده شويه. بحب اقعد في الارض انا قوي يا جماعه. بتعملي ايه في الارض يا رفيع؟ والله العظيم انا لما بتضايق، على راي بنتي لما بتامل، انا لما بتلاقي نفسي متضايقه او مخنوقه من حاجه، باخد بعضي واروح اقعد على ريشه الارض، افضل بقى اكلم ربنا، افضل بقى اتكلم يعني. بصوا والله العظيم يعني بحس براحة جامدة، بحس براحة جامدة، وخصوصا ان انا لما ما بتلاقيش حد حواليا كده وببقى قاعدة لوحدي كده. الشمس كانت اجت في الكاميرا وانا ما اخدتش بالي، يعني انا كنت بصور كده والشمس جت في الكاميرا ما اخدتش بالي. والله يا جماعة الارض ده ارض بنجر، زارعينها بنجر عامة يعني. لسه قدامه بقى من البنجر ده عروة تانية، مش هيتجمع الا مش هيتخلع الا بعد رمضان ان شاء الله وبعد العيد باذنك انت يا رب، ان ربنا احيانا يعني وكان لنا عمر. خلصنا روتين النهارده كده بقى بالصلاة على الحبيب عليه افضل الصلاة وازكى السلام، واخدنا بعضنا بقى وطلعنا شققنا عملنا غدانا. وكنت كمان دبحة فراخ في اليوم ده يعني، دبحت اخدت فرخين شمرت كده دبحتهم وعملتهم، ويا ريتني والله العظيم يا جماعه انا اصلا ما عملتهم وبصوا ما اتغديناش بيهم الحمد